بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول سأل الشيخ الشعراوي قالوا له: هل كل ما في القرآن حق؟ قال: نعم، كل ما في القرآن حق. قالوا: طيب، في آية في القرآن: ولن يجعل الله للمؤمنين لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والآن كما ترى الكفار الذين تسمونهم كفار أقوى من المؤمنين، والمسيطرين عليهم، ولهم اليد العليا عليهم، متقدمون عنهم في الصناعة وفي الزراعة وفي العلم وفي الثقافة وفي كل شيء. يعني أليس هذا تكذيبا للقرآن؟ القرآن بيقول: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والنهارده الكفار متقدمون على المؤمنين في كل شيء. قال لهم إن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ونحن لسنا مؤمنين، نحن مسلمين فقط. حينما نكون مؤمنين لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. قال لهم إيه؟ قال لهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. تكلموا على قدكم، لا تقولوا آمنا. الإيمان درجة عالية لم تصل إليه. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يدخل يعني لم يدخل بعد، لم يدخل بعد. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لسه ما دخلش. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيء إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون بقى من هم؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. عرفتوا بقى مين المؤمنين؟ إنما أداة حصر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا لحظة، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. طيب، فنرجع بقى، لو أننا مؤمنون حقا فالله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو احنا مؤمنين. ويقول: وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين. ويقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى شرط بقى النصر والتمكين والعلو وكل هذه الأمور هو أن نحقق أن نحقق الإيمان. هذه واحدة. سائل